نعم. دونك منظمة أكاديمية التراث مع الدكتور حسن أريد بخصوص التراث اللامادي في منطقة بني زناسن الذي هو اللغة الأمازيغية التي اليونسكو وضعتها ضمن قائمة اللغات أو اللهجات الآيلة للاندثار، وهي فعلا مندثرة في مدينة بركان والنواحي. ما الحل العملي لكم أنتم كمفكر وشخص ميداني بعيدا عن الحلول التي نعرفها جميعا ان مسؤوليات فلان او مسؤوليات جهات الفلانيه؟ ما الحل العملي لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل بغيره وحماسه، علما اننا نجد ان المنظمات الواقعه التي تشتغل اما تنحو نحو التطرف الايديولوجي او نحو لا تعرف ما تعمل؟ فما العمل بالنسبه لك؟ اول شيء أريد أن أشد على يديك لأنك تعبر عن غيرة على تراث ليس فقط تراث لمنطقة أو لجماعة، ولكن تراث إنساني، لأن كل جماعة هي تختزن جزء من التجربة الكونية. لذلك هذه مسألة أساسية من أجل الحفاظ على هذا التراث الذي هو إنساني. كيف؟ طبعا هناك عمل أساسي من خلال جمع كل تعابير سواء مرتبطة بالشعر أو اللغة أو الأمثال، وربما كذلك القيام بقاموس حول الكلمات والمصطلحات، لأن اللغات تتطور وتخضع لتأثيرات، ولذلك من الضروري الحفاظ على ما يمكن حفاظه من خلال الباحثين. هذا شيء يستلزم جهود، وأعتقد بأنه هناك مؤسسات التي يمكن أن تساهم وتساعد مثل الإركام، المعهد الملكي للدراسات الأمازيغية، وأعتقد بأنه هناك أن المعهد هل قام فعلا بما يجب بخصوص اللغة الأمازيغية الزناسنية؟ لا أستطيع أم أنه فقط مع اللغة السوسية الصنهاجية؟ لا أستطيع أن أقيم عمله لأنه ليس لدي معرفة عميقة أو دقيقة في هذا، ولكن هناك وعي من دون شك، ويمكن طبعا الاتصال به يمكن التعويل على كل حال هذا تراث مغربي إنساني ينبغي الحفاظ عليه من خلال أبحاث ميدانية، جمع هذا التراث وتدريبه إلى آخره، كما قامت هناك أعمال أو أنشطة بخصوص التدريس، بخصوص البيداغوجية تدريس اللغة الأمازيغية. كما ذكرتم قبل قليل أن الحرف اللاتيني هو الأجدر بالرقي باللغة الأمازيغية. أما بالنسبة إلى المنطقة المحلية محليا، هل اللغة اليزناسينية هل تحتاج إلى الحرف اللاتيني أم تحتاج إلى حتى الحرف العربي فقط لكي تمرر أو لاسترجاع الذي تكلمت عنه في كتابي؟ حينما نتحدث عن الأمازيغية نتحدث عن أمازيغية معيارية. نعم. وحينما نتفق عن اللغة الأمازيغية نتفق على حرف معين. لا يمكن في نهاية المطاف أن نختار حرف بالنسبة الصينية تكتب بالصينية أو كذا إلى آخره، ليس هناك الصينية تكتب هناك اتفاق. الأتراك اختاروا الحرف اللاتيني تكتب باللاتينية، فلذلك لا يمكن هذا فيما يخص اللغة المعيارية، لكن هذا لا يمنع من تنويعات، لأنه كل اللغات فيها لهجات أو تنويعات إلى آخره. هذه التنويعات لا ينبغي القضاء عليها، لا ينبغي القفز عليها. ربما من الأخطاء التي ارتكبت هو القفز على هذه التنويعات لأنه محلية، لأنه نتاج سيرورة تاريخية ومجتمعية، سواء من حيث المصطلح من حيث طريقة النطق ينبغي الحفاظ عليه. أنا مثلا استفدت مثلا من سيويا، لهجة سيوا مصر، ووجدت أجوبة على كثير من القضايا التي تطرح، قضية مثلا تيفلت وهي الطريق في السيوا، وهي قريبة من تيفلت التي هي الباب إلى آخره، فينبغي الحفاظ على هذه التنويعات لبعضها. شكرا جزيلا، بارك الله فيك.